موضوع تصريحات زميل التقيناه كذا مرة، مهم زار المغرب ويعلم قيمة هذا الوطن الجميل، ولطالما أشاد به وافتخر به وانبهر به أيضا. لا نريد أن ندخل في الأمور الخاصة لنتحدث عنها كثيرا، ولكن حديثي عن الأخضر بريش كغيري صدم بالطريقة التي يتحدث بها، خاصة كعرفوا عقلية الرجل وثقافته وأيضا طريقة تفكيره. أنا جتني الصدمة، علاش؟ لأن لم أتوقعها أن تصدر منه، وهو الرجل البعيد كل البعد عن إثارة اللغط، لا في منصات التواصل لا، ومهني في عمله، وأمتع الجماهير الرياضية عبر قناة بين سبورت حين كان في مدريد أو حتى حين ذهب إلى الدوحة. اليوم في الشروق التي ولم تشرق، صدقوني، كوسيلة إعلام أتحدث، يعني بذلك الخطاب المميع يستقبل، هذا أمر عادي. الرجل خرج للتقاعد واستقبل في تلفزيون جزائري، والتصريحات كانت كالآتي، ومن بعد غنشرح لكم شي حاجة بعجالة لأنه ما بغيناش نعطوا الموضوع أكثر من حاجة. نسمع شنو قال الأخضر بريش، اللي كان فيه إشارة للمغرب، حتى كلمة الجيران ما جاتش معك صديقي. أنا كنقول الشقيقة الجزائر، وكي كومونتيو لا ما تقولش لنا راه كيديروا لا، الشقيقة الجزائر، الوطن لا يختزل في تبون وشنقريحة. فيه كواليس معروفة هذه، ولا أخفي سرا أن أنا أقول بأن كل المنتخبات تستعمل الكواليس، حتى الجزائر كل استعملنا احنا أيضا كواليس، لأن هذا يدخل أيضا في التسيير اللي ذكرته منذ لحظات. لأنك يعني مضطر تلعب اللعبة، مضطر إذا لم تلعب يلعب عليك. أنت مضطر يكون لك شخصية قوية مدركة تعرف القوانين. لا تتصل بالحكام يعني وهذا من بين اللعبة. أيضا جيراننا يقومون بنشر ذهبوا إلى كأس العالم بهذه الطريقة، وهذا ليس سرا، معروف في أفريقيا حتى في منتخبات. يعني أنا حتى الآن لم أعظم كيف الكاميرون تأهلوا إلى كأس العالم، مهما يقال بعد مهما يقال قاسامة مهما يقال، حتى ربما مش هو، ممكن واحد ثاني من برا، لكن كيف لم نتأهل حتى الآن لم أعظمها بصراحة. يعني نكسة الكرة. يعني كان منتخب ممكن يذهب بعيدا، احنا ممكن كنا نروح نهائي كأس العالم. المنتخب اللي كان عند الجزائر كنا ممكن أكثر من المغرب، نروح بعيد، قطر نروح بعيد، لأن كان عندنا كل الإمكانيات، وكنا في كأس العالم 30 ثانية كنا في كأس العالم. لكن في شيء حصل في تلك المباراة لا أدري، قد يكون من اللاعبين، قد يكون من المدرب، قد يكون من الحكم، قد يكون من الكاف، فقدنا الكواليس، قد يكون من يعني احنا لم نعرف كيف نلعب المباراة الأخيرة. والآن لم نعرف كيف نلعب المباراة الأخيرة. الأخضر، احترامي لك صديقي، يعني المهنية لا تتجزأ، يعني لا يمكن أن تكون مهنيا في بين سبورتس القطرية وأن تكون لا مهني في الشروق، إلا إذا توقعون على ورقة قبل أن تدخلون لاستديوهات النهار والشروق وما جاورها من المنابر الإعلامية الجزائرية أنك هنا في هذه القناة وفي هذا المنبر عليك أن تتخلى عن المهنية وأن تعتمد على الهجوم على المملكة المغربية، لأنه شرط أساسي للعبور عبر هذه الشاشة. وبعد عبورك سوف يتم التواصل معك من مخابرات عبلة ومن إدارة الدفاع ومن رئيس الأركان أو من يعمل في ديوانه شنقريحة ليخبرك بخارطة الطريق المقبلة التي إن كنت تريد أن تحوز فيها على منصب مسؤولية داخل هذه المنظومة الإعلامية والعسكرية وإلى آخره، سيتم لقاؤك في تاريخ محدد بعد أن تقوم بعقد 5 6 7 10 لقاءات تهاجم فيها المملكة المغربية. وإن أصبت وأثرت الجمهور المغربي وأيضا استقطبت كثر من الشعب الجزائري الهائم العائم الذي للأسف يقتات اليوم من إعلامه على جدلية ومعضلة اسمها المملكة المغربية، هناك سنفكر لك أين يمكن أن تتموقع. وإن كان لك غايات شخصية بأن لديك بعض المشاريع جمعتها من أموال عملك في قطر، فإن بإمكاننا أن نؤمن لك تقدمها وازدهارها لكي يزدهر معها رصيدك الحساب أو حسابك البنكي. هكذا يمكن أن تدخل في المنظومة الجزائرية. إن أردت أن تعزل نفسك ولا تقوم بمهاجمة المملكة المغربية فأنت في الأوت. ماش هذا الشيء.
لاش هادشي. الجزائر فازت على الكاميرون بهدف، خسرت مع الكاميرون بهدفين على أرضها في الثواني الأخيرة بسبب جهاز فني لم يكن في تلك اللحظة على قدر عال من التركيز. ضربة نعودها بالخشيبات، رمية تماس تتحول إلى ضربة ثابتة وصلت إلى مناطق الجزاء أمام أغلبية عددية للكاميرونيين، دخل فيها وماركاها. تبخر الحلم الجزائري. الجزائر بالترسانة البشرية التي كانت لديها لو رحلت إلى المونديال ووقعت في أحد المجموعات الصعبة لكان بالإمكان ربما تأهل لدور ثاني وربما إقصاء من الدور الأول. هذه أمور لا يمكن أن يتوقعها أحد. وأفضل إنجاز لكم يعني في الكؤوس الأخيرة انسى جنوب أفريقيا إقصاء من الدور الأول، وتتذكرون أمام من؟ ليست بالمنتخبات القوية. وفي 2014 عبور عبر منتخبين عاديين حينها، نتحدث عن روسيا وكوريا الجنوبية. لم يحدثنا أحد، كنا حاضرين مع وحيد خليلوزيتش وغيرت التشكيلة و إلى غير ذلك، ودخلتم في مباراة محترمة. احنا ما عندناش مباراة محترمة أمام المنتخب الألماني، وخسارة بشق الأنفس بعد وقت إضافي. ما نقولوش العكس، قدمت الجزائر مباراة قوية، ولكن لسنا لأن المغرب كسر حلم الوصول إلى مربع الكبار أصبح الأمر يمكن أن يقوله المصري ويقوله التونسي ويقوله الجزائري ويقوله الأثيوبي. لا، المغرب راكم مجموعة من الأمور على مستوى ترسانته البشرية. توفر على ناخب وطني مدرب من أعلى طراز يعرف كيف يوظف العامل النفسي، ولديه خطة تقنية لعب فيها على مدار البطولة إلى أن تمكن من الوصول إلى مربع الكبار، وقهر الإسبان لأنه لعب ضد طريقة لعبهم وما يملكون من مواهب. وكذلك فعل مع البرتغال، ومن قبلهم كرواتيا وبلجيكا وكندا. بالتالي لا يمكن أن تقيس على التجربة المغربية نقول لربما ذهبنا للنهائي أو حزنا اللقب. لا، كاين فارق كبير جدا في المستويات. والدليل يا الأخضر أنه عناصرك البشرية التي كانت يعني تلعب قبل كأس أفريقيا 2019 عنصر بعنصر ما بقاتش في نفس المستوى على مستوى الأندية التي تلعب فيها، تراجعت على مستوى الأندية. حتى الأندية التي يلعب فيها بعض عناصر المنتخب الجزائري اليوم ليس كما كان عليه الحال في السابق. حتى لو خضتم بالتشكيلة التي لديكم المونديال، صدقوني الدور الثاني كأقصى حد، ما نحلموش بزاف. وهذه قلة الواقعية هي التي قهرت المنتخب الجزائري. تذكر أنه يجي تبون يستقبل المنتخب إن شاء الله ربع نصف نهائي ولا مع ربع نهائي قليهم، ماشي دوزيام تور. هنا على سقف الطموحات وأصبحت مسيسة كرة القدم لديكم. فبعد الكأس العربية كان هناك انهيار. هذا ربما من الأسباب التي تبحث عنها. قلت لا أعلم السبب، ربما الكاف، ربما الجيران، ربما الحكم، ربما المدرب، اللاعبين، لا أعلم تماما. أنا نقول لك لتعلم أن تسييس الكرة في الجزائر قضى عليها، تسييس حتى منصب رئيس الفاف قضى على الكرة الجزائرية، حتى أنكم نسيتم تسجيل المنتخب النسوي ولا تتواجدون في المنتخبات تحت 23 سنة في كأس قارية. ردوا البال شوية. وأنتم من لديكم الزبدة في عالم الإعلام، يفترض من حين تعود من تجربة احترافية في شبكة لها احترامها معروفة على مستوى عالمي أن تحاولوا إنشاء جيل محترف في عالم الإعلام الرياضي، لا أن تنغمسوا في محاربة ما أسميتهم الجيران الذين لطالما كنت تزورهم وتلقى منهم كرم الضيافة الأخضر. وأنت عارف هذا الشيء وقلتها لنا مرارا وتكرارا. الجيران أحبوك واستقبلوك بدون حواجز، لأنك تعلم بأن المغاربة لا يملكون عقدة تجاه الجزائري. المغاربة يعتبرون الجزائريين، الشعب الجزائري، أشقاء، أحباء، أهل وخلان ورفاق درب. فاسطوانة العسكر صدقوني انتقلت عدواها إلى أشخاص مثل الأخضر بريش وغيره. فمأساة، الأمور مأساوية. وأعود وأكرر بأن كل هذه التصرفات والتصريحات والتجنيد بكل ما تحمل كلمة معنى، تجنيد لوجوه معروفة يدخل في إطار السرعة القصوى التي وصلت فيها الجزائر لتعاملها مع المملكة المغربية. سرعة قصوى أقول أنها تقدم لما آت، وما هو آت لا يمكن أن يتوقعه أحد. لأن دائما وأبدا حين تريد أن تفاقم عداوة مع دولة
تزيد من الحقد، وتزيد أيضا من دمى ورموز يلعبون على وتر نشر هذه الأحقاد لكي تتطور الأمور. بمعنى آخر، باختصار، حرب إعلامية يوظف ما هو رياضي وما هو سياسي وما هو اقتصادي وغير ذلك. نحن نعيشها اليوم، ولكن يؤسفني، بحق يؤسفني، أن يكون أسماء غادرت الشبكة القطرية ولقيت على الفيسبوك. كنشوف أنا أنه الناس كتقدم لكم الشكر، ربما لم يصلكم، وضعت صور من غادر، من رؤوف خليف إلى هشام الخالصي إلى وبداو كيشكروهم، مع أنه من المستحيل أن تجد مثلا في مصر ولا في تونس ولا في الجزائر، ولا مع كل الاحترام، أنه يجي الشعب ويخرج ويشكر مذيع مثلا من المغرب ولا يقدم ليه الثناء. ولكن المغاربة واعرين. علاش واعرين؟ حيث كيفهموا في الكرة، كيفهموا في الرياضة، كيفهموا في الإعلام، دونك يميزون. مع العلم أنه يعني مع كل الاحترام هناك من يمجد كاع وكي يوصل في مرحلة ديال التمجيد والتعظيم لبعض الأسماء اللي خدمتهم أنهم اشتغلوا في قناة دولية لديها الحقوق. أما على مستوى المهنية كاين شي ناس أفضل منهم بكثير مهنيا نتحدث، لأنه كاين اللي ما أي يهدر لك في الدوري، وفي دوري إسباني ودوري إيطالي ودوري ما عرفت شنو فرنسي ولا منتخبات ولا كأس قارية، ولكن حنا يطلب منه الاجتهاد مثلا ويشاهد الكاميرا ويعطي رأي أو يحاول أن يعطي صورة فيها تحليل ما بعيد عن إطار 90 دقيقة وكذا كيتلف. فأنا كنقولوا أنه كاين من خدمهم الحظ. ولكن على العموم أنا بالنسبة لي غنكرر لكم نفس الجملة، ماشي حبا في الظهور ولا التعليق ولا هذا، ولكن إن عدتم عدنا. بسلامة.